ايه رأيكم بقى في القرص الجميلة دي؟ قرص سهلة باللبن الرايب، وعملتها بطريقة جميلة. من كيلو دي عملت الكمية دي كلها، طلعت روعة بصراحة. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل القرص الطريه، هنعملها باللبن الرايب. زي ما انت شايفه جميله جدا. من كيلو دقيق عمل لي الكميه دي كلها، حوالي كده 24 قرصه. بجد روعه. عملت منها الساده اهي، وعملت منها التانية اللي هي المحشيه اهي، جميله جدا. وبرده الساده اهي وريتها لك اهي، جميله. بجد طريقة سهلة، وعملت الكمية دي كلها من كيلو الدقيق. يلا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. والمكونات بتاعتنا: كيلو دقيق متعدد الأغراض، كوباية إلا ربع سكر، معلقة بيكنج باودر، معلقة خميرة فورية، معلقة ملح صغيرة، كوباية لبن رايب، كوباية سمنة وعليها زيت، أو 3/4 سمنة بس، 3/4 كوب سمنة بس. طبعا العجن هياخد مني 2.5 كوباية. بما اني معايا كوباية لبن رايب، هكمل الكوباية التانية، هكملها مية دافية. يلا مع بعض نبتدي هنعمل ايه. وهو الدقيق بتاعي هضيف كوباية الا ربع سكر، معلقة خميرة طبعا اكون واثقة منها، لو مش واثقة منها يبقى كملي بقى الاختبار، معلقة بيكنج باودر، معلقة ملح صغيرة، واقلب كله على بعضه. وبعد ما قلبت المكونات الجافة كلها بالشكل دوت، هبتدي انزل بالسمنة بتاعتي. طبعا انا سيحت السمنة، هقلب كله على بعضه. يعني كل اللي انا هعمله هخلي السمنة تتشبع بالدقيق، وهي بعد ما السمنة كلها اتغلفت بالدقيق، الدقيق اتغلف بالسمنة، هبتدي انزل بالمية الدافية شوية بشوية. طبعا قلتلك 2.5 كوباية، ممكن تخليهم كلهم لبن رايب، ممكن تقسميهم كوباية وكوباية ونص حسب الامكانيات اللي عندك. دلوقتي هبتدي انزل بالمية، وهنزل باللبن الرايب، واعجن كله وهوريكم في اخر مرحلة. وهي بعد ما عجنتها كويس اغطيها بقى واسيبها ترتاح مش اقل من نص ساعة او ساعة، ونرجع مع بعض هنكمل القراص بتاعتنا. وهو زي ما انت شايفة العجينة خمرت معايا. هبتدي بقى افرغ الهواء، وهبتدي اطلع العجينة بتاعتي بالشكل دوت. هبتدي اقطعها، وهو بعد ما عملته كله بالشكل دوت هبتدي احضر الصواني بتاعتي، وهبتدي اشكلها معاكم زي ما انتم شايفين. هاخد واحده كده اهوت، ابتدي ابططها. طبعا ممكن تعمليها ساده، ممكن تعمليها بعجوه زي ما انت عايزه. وفردت حته عجوه اهي، وابتدي الم العجينه
الم العجينة كويس. وابتدي هقطعها كده اهو نفس الحكاية. واخدت برضو واحدة تانية وافرد فيها واعمل كرة من العجوة كده اهوت، اديها او اقل شوية منها مش مشكلة. نفس الحكاية كده اهو. نفس الحكاية كده اهوت، واحاول ان انا ضغطة خفيفة بايدي. سادة كل اللي انا هعمله يعني هاخدها وضغطة خفيفة خالص خالص نفس الطريقة. اهم حاجة وهو زي ما انت شايفة كيلو الدقيق. بصي عمل لي كام قرصة، عمل لي 4 صواني يعني حوالي 23 24 قرصة حاجة زي كده اهوت. هيكون معايا معلقة عسل مذوباه معلقة مية وسمسم ابيض. وهبتدي اعملها كده اهو القرصة. طبعا مش هعمل كل وهو بعد اللي عملت الكمية كلها ورشتها بالسمسم. وطبعا زي ما قلتلك عملتها قبل منها بالعسل على اساس السمسم يلزق فيها. بصي طلع لي كمية كبيرة ازاي. طبعا اكون مولعة الفرن على درجة حرارة عالية. اي معجنات لازم تولعي الفرن قبل منها ودرجة حرارة عالية وتطلع مع بعض نشوفها. وهي بعد ما طلعت بالجمال دوت بجد طلعت هشة ودايبة دوب. بجد طلعت جميلة قوي وطريقة سهلة ومكونات كلها في البيت. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. باي باي.